تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يتغير وايه اللي مش ممكن يتغير. طيب عشان نفرق ما بين الناس اللي كانت بتسأل المرة اللي فاتت، هو كل الناس ما ينفعش تتغير؟ لا، في ناس بتتغير. طيب يتغير في ايه؟ احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان في حاجات اساسية، صفات اساسية انا بشوفها في اللي قدامي ينفع تتغير ولا لا. طيب الصفات دي تختلف عن الطباع. الطبع، هل الطبع يتغير؟ الطبع مش هيتغير غير لما الشخص يكون عايز يتغير. طب لو مش عايز يتغير، لا انت مش هتعرف تغيره. ما تحاولش، مش هتعرف. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم هو اللي يغير الطبع ده. طيب حاجة تانية ينفع نغيرها؟ اي حاجة تانية ينفع تتغير. زي ايه؟ زي الاتيتيود، زي السلوك. طب عشان نفهم السلوك ده جه منين، لازم نفهم اصلا دورة حياة السلوك ده شكلها عامل ازاي. الاول بتبقى معلومة صغيرة، بعد كده تطلع لفكرة في الدماغ، بعد الفكرة تكرار ان انا اعمل القصة دي كذا مرة واتأكد منها، بعد كده بتبقى برمجة، بعد كده بتبقى سلوك. يعني الاول هي بتبقى ايه؟ بتبقى فكرة. طب لو انا دخلت غيرت الفكرة دي، كل ده بيتغير. طب تعالوا ندي مثل. انا دلوقتي مرتبط بحد let's say قصير، فانا اللي انا نفسي فيه ان هو يبقى طويل، ومش هيحصل، مش هيتغير، مش هينفع. ده بنمثله بالطبع زي ما احنا ما قلنا. لكن انا عايزه حد يكون، بنت عايزه حد يكون مثلا ان شيب، او رفيع، او مش تخين بس هو تخين دلوقتي. ده ينفع نغيره؟ يس، ده ينفع نغيره. ينفع نغيره ازاي؟ نغير الفكرة ذات نفسها، البداية ذات نفسها. ان احنا لو اخدنا اكل معين، لو وصلنا بشوية جيم معينين، لو عملنا كذا كذا كذا، هنوصل للبيهيفير ان ده يتغير. ده بمنتهى البساطة الحاجات اللي ممكن نغيرها والحاجات اللي مش ممكن نغيرها.